يا صباح الخيرات والهنا عليكم يا رب. يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض مافن بدقيق الحمص، هش وطري جدا، طعمه حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. نباتي بدون بيض. بس لو اول مره تشوفوني انا زينب ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في الاول معلقتين بذور شيا اللي هم 24 جرام، حطيت عليهم 6 معالق ميه اللي هم 90 ملي، وهقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم بقى على جنب كده لغايه ما اجهز بقيه المكونات بتاعه الوصفه. وهبدا بقى اجهز المكونات الجافه. عندي هنا كوبايه من دقيق الحمص اللي هم 120 جرام، هحط عليهم كمان كوبايه من دقيق الرز اللي هم 120 جرام، وعندي كمان ربع معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من القرفه، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض. وعندي كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهقلب بقى المكونات مع بعض كويس لحد لما يختلطوا مع بعض، وهشيلهم بقى على جنب. وفي بوله تانية عندي نص كوبايه من السكر البني، او ممكن نستخدم سكر جوز هند حوالي 95 جرام، هحط عليهم 3 معالق من زيت جوز هند اللي هم 45 جرام، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد لما يختلط السكر تماما مع زيت جوز الهند. هضيف عليهم كوباية من اللبن النباتي، اي نوع موجود ومتوفر عندنا، ممكن كمان نستخدم عادي لبن خالي الدسم او كامل الدسم، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد لما يختلطوا مع بعض كويس. انا هنا اللبن اللي استخدمته كان لسه ساقع طالع من التلاجة، فخلى الخليط يتماسك، بس مع التقليب هيفك. طبعا يفضل هو يكون في درجة حرارة الغرفة. طبعا لو حابين هنا ممكن نستخدم المضرب الكهربائي او الخلاط. بعد ما لما السكر واللبن والزيت اختلطوا مع بعض كويس، هبدأ بقى اضيف عليهم هنا بذور الشيا اللي احنا سيبناها على جنب، تسيبوا كده لمدة 10 دقايق تقريبا. هبدأ بقى احطهم على باقي المكونات وهقلبهم بقى مع بعض كويس. طبعا بذور الشيا هنا والمية بديل للبيض، فلو مش حابين تستخدموا بذور شيا وعايزين الوصفة يبقى فيها بيض عادي، فممكن تستخدموا بيضتين في درجة حرارة الغرفة. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس. وفي بولة كبيرة هحط فيها خليط المواد الجافة، وهضيف كمان عليهم خليط المواد السائلة، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد لما يختلطوا تماما مع بعض، وهيتكون معايا خليط كده شبه خليط الكيك بس تقيل شوية. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، خل ابيض عادي وممكن نستخدم خل تفاح، وهكمل تقليب لحد لما كل حاجة تختلط مع بعض كويس. وعندي كمان هنا تلت كوباية من الشوكولاتة الدارك حوالي 60 جرام، طبعا ممكن استغنى عنها. انا هنا ضفت تلتين الكمية في الخليط، والتلت التاني هضيفه على وش المافن. وفي صينية الكب كيك حاطة فيها ورق الكب كيك ودهنيها مسحة خفيفة من الزيت، واخدة حوالي ربع كوباية من خليط المافن، وهبدأ بقى اصبه في القالب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهكمل بقى بقية الكمية، وهحط بقى على وش المافن باقي كمية الشوكولاتة. وهاتي كده الصينية خبطتين عشان تطلع كل فقاعات الهواء اللي فيها، وهيدخل بقى فرن ساخن مسبقا على 180 درجة. هيقعد في الفرن تقريبا 18 ل 20 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعكم، وهسيبها بقى تبرد قبل ما امسكه لمدة 10 دقايق. وده بقى شكله بعد ما طلع من الفرن، قد ايه هش وطري ومغذي ومشبع جدا، وينفع بقى في اللانش بوكس. ممكن طبعا نخزنه في التلاجة او يقعد معانا اسبوع في التلاجة، ونطلعه ونسخنه، هيطلع طعمه حلو جدا زي ما نكون لسه عاملينه طازة برضو. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، هستنى رأيكم في التعليقات، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربه. شايفينه قد ايه هش وطري وكمان من غير بيض، وطعمه حلو جدا، واحدة كده على الفطار جنب القهوة او الشاي مرضية جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.